السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم إبراهيم العزب. النهاردة إن شاء الله جايب لكم عملة وهي فئة العشرين قرش أو الريال، وإياهما المطلوبة. طبعا احنا كل ما بنتكلموا على العملة المطلوبة وسعرها. تمام. فاحنا دلوقتي هنبدأ إن شاء الله بالعملة ديت اللي هي المتداولة. طبعا نزل منها كذا فئة. الفئة الأولانية اللي هي عليها النسر أو صقر قريش من الظهر من ورا، وتبقى أكبر من دي شوية، تبقى العملة أكبر من دي شوية، عملة الريال. تمام. هنيجي بقى هنا للعملة المهمة اللي هي المطلوبة حاليا، اللي هي 20 قرش 1989. هي تعتبر عملة تذكارية، اللي هي الهيئة العامة للتأمين الصحي. دي يا جماعة عملة تذكارية، العيد المصري الهيئة العامة للتأمين الصحي. تمام. بيدون عليها التاريخ من ورا ومن قدام، 1989. هي دي يا جماعة العملة اللي احنا عايزينها، 1989، 20 قرش. دي تعتبر عملة تذكارية. العملة دي تبدأ من 20 ألف حسب حالتها، تبدأ من 20 ألف وحسب الحالة بتاعتها. الهيئة العامة للتأمين الصحي. جمهورية مصر العربية. دي يا جماعة المطلوبة. العيد القومي، العيد المصري للهيئة العامة للتأمين الصحي، مرسوم عليها الهلال والأشراس والخريطة. هو ده يا جماعة شكلها. ومن هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. أرجو الاشتراك بالقناة ودعمكم باللايك عشان القناة تكبر لينا وليكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.